اللاعب الأغلى في البطولة. ارتفاع القيمة السوقية ليحيى عطية الله. ارتفعت القيمة السوقية لنجم الوداد الرياضي يحيى عطية الله بعد مشاركته في كأس العالم قطر 2022 وتألقه مع المنتخب الوطني المغربي، ووضع موقع ترانسفير ماركت المهتم بأرقام الأندية واللاعبين التحديث الخاص بالقيمة السوقية لعطية الله، والتي ارتفعت إلى 2.5 مليون يورو عوض 1.5 مليون يورو في الشهر الماضي. وبات عطية الله اللاعب الأعلى قيمة سوقية في البطولة الوطنية، متجاوزا زميله وقائده في الوداد يحيى جبران وحارس مرمى الأحمر أحمد رضا التكناواتي. وأصبح الوداد مهدد بخسارة عطية الله في ظل الاهتمام المتزايد من الأندية الأجنبية باللاعب، الأمر الذي يجعل رحيله عن الفريق مرتقب على هامش رغبة اللاعب في الاحتراف وملاحقة أحلامه. واختير عطية الله كثالث أفضل ظهير أيسر بكأس العالم، مقدما مردودا قويا ومبهرا للمغاربة والمتابعين عامة، الأمر الذي دفع العديد من المحللين يتوقعون التحاقه مستقبلا بأحد الدوريات الأوروبية.